أكبر زيادة للمعاشات في سوريا 10,000 ليرة سورية إضافية لأصحاب المعاشات وسط ترقب واسع. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس. وإليكم التفاصيل. تتجه أنظار آلاف أصحاب المعاشات والمتقاعدين في سوريا إلى ملف المعاشات في ظل استمرار المطالبات بتحسين قيمة المعاشات ومساندة المتقاعدين أمام ارتفاع تكاليف المعيشة والاحتياجات اليومية. ويأتي الحديث عن زيادة قدرها 10,000 ليرة سورية في وقت أصبحت فيه أي زيادة جديدة على المعاش تمثل أهمية كبيرة للأسر التي تعتمد بصورة أساسية على دخل المتقاعد. وكانت الحكومة السورية قد أقرت عام 2026 زيادة على المعاشات التقاعدية بنسبة كبيرة في إطار الإجراءات المتعلقة بتحسين دخول العاملين والمتقاعدين. ويعد ملف المعاشات من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، خصوصا أن شريحة كبيرة من المتقاعدين تعتمد على المعاش الشهري لتغطية تكاليف الغذاء بشكل كامل والدواء والسكن والفواتير والاحتياجات الأساسية للأسرة. ومع ارتفاع الأسعار وتغير تكاليف المعيشة، أصبحت زيادة المعاشات مطلبا رئيسيا للمتقاعدين الذين يأملون في صدور قرارات جديدة ترفع قيمة معاشاتهم بصورة تتناسب مع الظروف الاقتصادية. وأيضا صدور قرار رسمي بإضافة 10,000 ليرة سورية إلى معاشات أصحاب المعاشات، فإن ذلك سيكون محل اهتمام واسع، إلا أن هذه الزيادة الإضافية تحديدا تحتاج للإعلان الرسمي. وأي زيادة في المعاش الشهري تعني بالنسبة للمتقاعد قدرة أكبر على مواجهة المصروفات الأساسية، فالمعاش لا يمثل مجرد مبلغ مالي يصرف في نهاية كل شهر، وإنما هو المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للكثير من الأسر. ولهذا فإن المتقاعدين يترقبون بصورة مستمرة أي قرارات تتعلق بالمعاشات، سواء كانت زيادة شهرية أو منحا استثنائية أو إجراءات جديدة لتحسين المستوى المعيشي. كما أن رفع قيمة المعاشات يمكن أن يساهم في تخفيف جزء من الضغوط المالية الواقعة على الأسر التي لديها متقاعدون، خاصة عندما يكون المعاش هو الدخل الأساسي للأسرة. ووفقا لما تم إعلانه، فإن الرئيس الشرع يهتم بشكل كبير جدا بفئة المتقاعدين وأصحاب المعاشات لما يعانونه من الأمرين في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وكبير خلال الفترة الأخيرة. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.